إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 1960 ألقى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة خطابا انتقد فيه فريضة الصيام، معتبرا أن الصوم في رمضان يعطل الإنتاج وتقدم الدول، ودعا فيه الشعب التونسي إلى الإفطار في رمضان. تونس البلاد الإسلامية تعاني درجة من الانحطاط تجلب لها العار في نظر العالم، ولا سبيل لأن ترفع هذه المعرة عن جبينها إلا بالعمل الدائب المتواصل والشغل المثمر المجدي، ولذلك فإنه لا يمكن أن يعرقل جهادها أو يعطله فرض الصوم، فالصوم يحط من إمكانيات الفرد ويجعله لا يقوى على واجب هو ليس واجبا شخصيا، بل واجب نحو أمته ونحو دينه. ولم يكتف بذلك بورقيبة، بل قام بتطبيق ذلك عمليا في رمضان من نفس العام، وشرب كأسا من العصير في نهار رمضان ليشجع الشعب التونسي على الإفطار، وهو ما كان ليسبب فتنة كبيرة لولا أن قيض الله لوأد هذه الفتنة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. لا أعلم سر تعنتك يا فضيلة الشيخ محمد. دورك الوطني يحتم عليك الوقوف إلى جوار رئيسنا المحبوب بورقيبة، فهل تريد أن تضع نفسك محل الشبهات وتظهر وكأنك تعطل مسيرة الإنتاج والتطور والنهضة في تونس؟ دور أهل العلم أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه، وهناك من مشايخ الدولة من وافقوا الرئيس، فما يغنيكم رأيي في هذه المسألة يا هذا؟ فضيلتكم رمز من رموز تونس، بل الأمة الإسلامية بأسرها، وتأثير كلامك ربما يفوق تأثير كلام السيد الرئيس نفسه. حسنا، إن كان الأمر هكذا فلا مناص من أن أقوم بدوري وأخرج إلى الناس، ولعل الله يشرح صدري ويحلل عقدة من لساني فيفقه قولي. معذرة لم أفهم. لا عليك، غدا سيتبين لك كل شيء بأمر الله. وفي اليوم التالي خرج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ليقول رأيه في المسألة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأيها المسلمون، اعلموا أن الإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي أمر محرم شرعا، وأن إنكار فريضة الصيام هو بمثابة إنكار معلوم من الدين بالضرورة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وكذب بورقيبة، صدق الله وكذب بورقيبة، صدق الله وكذب بورقيبة. فعاد بورقيبة عما دعا إليه، وسقطت دعوته ضد فريضة الصيام، إلا أنه أحال الشيخ الطاهر بن عاشور إلى التقاعد من منصبه عميدا للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين. ثم قام بورقيبة بعد ذلك بإغلاق جامعة الزيتونة التي وضع أساسها القائد الإسلامي البارز حسان بن نعمان في عام 79 هجريا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.